طبعا لازم نبدأ بشيء قوي وشيء مرة غريب، فبجرب دي الوصفة اللي هي تقول اني اجرب شيبس بالجبن مع ايس كريم فانيليا. طبعا جبت النوع اللي احبه، المهم غمسته والصراحة صدمة مرة يجنن، ويعني شيء ما تتخيلون طعمه إلا إذا جربتوه، صعب إنكم تتخيلون. يعني أنا ما كنت أبغى أوقف منه، بس صراحة خفت على معدتي، لكن الوصفة تستاهل 8 من 10. واللي بعدها هذه كمان غريبة، بس إنها مرة تحمس، وتقول إني أجرب لوزين بالجبنة مع تمر. وتعرفون أنتوا دائما أي وصفة فيها تمر لازم تكون مرة فنانة. هنا لما حطيت التمر جوة الفطيرة كان في ميكس كذا، ملوحة الجبن مع حلاوة التمر، ميكس مرة شيء خيالي. لازم يسوونه جاهز، لو يسوونه بشتريه كل يوم. مرة عجبني، وأهنيك يا صاحبة الوصفة، أنا بعطيه 10 من 10. والحين هنا تقول إني أجرب توست مع آيس كريم بالفواكه. وأول شيء أنا مرة آسفة صاحبة الوصفة، بس ما انتبهت انك قلتي اني احمص التوست، مع اني انا في البداية لما بديت اسويها كنت ناوية اني احمصه لاني حسيته بيكون احلى، بس ما ادري ليش كنسلت. وبعدين انصدمت لما رجعت لتعليقك ولقيت كنتي اصلا قايلة اني احمصه، فمعليش يعني. بس الصراحة الوصفة كانت تصدم، مرة مو سيئة، مع انه يعني الشيء تحسونه ما يجون مع بعض، بس برضو زي اول وحدة حسيت اني خفت على معدتي لو كثرت منها، بس تستاهل 6 من 10. والحين اخترت وصفات حماسي لها حرفيا مليون، زي هذا اللي تقول اني اجيب فشفاش طرزان، واحب اشكرك لاني مرة اعشقه. وكمان قالت اني اجيب دجاج البيك، وكمان حتى هذا اعشقه واتوقع أغلبنا نحبه. والشيء الثالث قالت إني أحط صوص جبن، يعني شايفين كيف المكونات كلها مرة حلوة. طبعا الصوص أنا سويته من جبن شرايح وحليب، بس باقي الحين إني أخلط المكونات كلها على بعض. والصراحة أول لقمة بس كان طعمه خيال، بس كان فيها عيب مرة يقهر، اللي هو إن الفشفاش ذاب بسرعة، يعني صار كأنه عجينة. وهذا أتوقع لأنه الصوص حطيته حار، يعني ممكن لو كان بارد ما كان راح يصير ذا الشيء. بس الطعم يعني بحكم على أول لقمة كان واو مرة حلو، أعطيه 9 من 10. واللي بعدها تقول إني أجرب بذور الشيا مع سلطة فواكه، وعندي فضول أعرف مين منكم يحب بذور الشيا. اللي يحبونها حطوا لي ذا الإيموجي تحت، أبغى أعرف. وطبعا حطيت منها 3 ملاعق مع تقريبا نص كوب حليب أو 3/4، بعدين تركتهم بالثلاجة لساعتين. وهنا جبت سلطة فواكه جاهزة فيها بطيخ، تفاح، برتقال، عنب، أناناس، كيوي، يعني منوعة. طبعا أنا متعودة إني أكل الشيا بس مع موز، بس صراحة ما عمري توقعت إنه طعمها بيكون حلو حتى مع الفواكه الثانية، خاصة البرتقال والكيوي هذولي مرة صدموني، ما توقعتها تمشي معهم أبدا، والبطيخ كمان. فبعطيه 8 من 10. واللي هنا هذه مجرد ما قريت المكونات مرة جعت وتحمست واشتهيتها، بس استغربت من وجود القشطة. يعني هنا ما راح نعرف كيف بتكون إلا لما نجرب. لكن قالت أول شيء إني أطبخ الأندومي الكورية، حددت النوع اللي هو أحلى شيء الصراحة، فأنا بس أحب إني أضيف لها معجون طماطم لما أسويها لأني أخفف من الصوص حقها. المهم تشوفون المنظر كيف مرة يشهي. بس قبل ما نكمل بختبركم اختبار مفاجئ، أتحداكم تعرفون كم وصفة جربنا لحد الآن. طبعا بدون غش، وقفوا الفيديو واكتبوا لي الجواب تحت، وأول جواب صح راح أثبته، هذه المرة أحسها صعبة. المهم يلا الحين بعد ما استوت الأندومي، طبعا جهزت لها صحن كذا حلو وحطيت الأندومي فيه، ما عليكم من الحوسة. المهم بس باقي الحين القشطة، قالت إني أحطها على الأندومي فحاولت إني أحطها بشكل حلو. والحين بحط ورق العنب، طبعا جبت المعلب وحطيت منه، وضروري إني أحط معاه ليمون وصماق، يعني ما يكمل ورق العنب بدونهم. بس طبعا أهم شيء القشطة هنا تبغون تعرفون أكيد وش سوت، خلتها كريمية بطريقة مرة حلوة. وطبعا يعني ميكس ورق العنب مع الأندومي هذا شيء أتوقع إنه ما نختلف على طعامته، يعني اللي جربوه يعرفون قديش هو طعم. فيعني عموما ككل الوصفة كانت مرة طعمة، أهنيك، فبعطيها 9 من 10. والحين اخترت وصفتين حقت اللي مستعجلين على الشتاء، واتوقع كلنا اصلا متحمسين له، بنحب اكلاته، اهم شيء الاكل في الشتاء. حتى انا متحمسة اني اجرب وصفاتكم الشتوية. وهنا هذه مرة سهلة، وقالت اول شيء اني اسلق الذرة لوحدها بدون شيء. استغربت صراحة، يعني احس لو معها ملح بيكون احلى. المهم الحين اجيب زبادي واحط معاه كركم وكمون وعصرة ليمون، واول مرة اتوقع اني احط كركم كذا مع زبادي. المهم
بحطها على الذرة الحين. آخر شي قالت إني أجيب بطاطس البطل بالكاتشب وأحطه، والصراحة كانت دافية وطعمها حلو، بس حسيت زي ما قلت لكم في البداية إنه ينقصها ملح أو أي بهار قوي. بس عموما كانت حلوة وخفيفة ما تثقل أبدا، ومن جد تصلح إنها تكون سناك شتوي، فبعطيها 7/10. واللي بعدها عطتني وصفة هات شوكلت، واللي يحبون الهات شوكلت ضروري تسجلون معاي المكونات، لأنه هنا هذه واضح إنها بتكون رهيبة واللي راح نعتمدها. فبس نحط في قدر كوب حليب وعليه ملعقتين كاكاو بودرة مع ملعقتين سكر وملعقة قهوة وملعقة نشا، وبعد ما يغلي شوي على النار بنحط معاه لوح شوكولاتة بالحليب. وبس لما خلاص يستوي نستناه يدفى بس شوي وبعدين نجرب. والصراحة مرة عيشني جو الشتاء الصح، مرة يدفي وطعم وحلاوته موزونة، مو اللي حالي مرة يسرع ولا هو مرة جوي وبيعجبكم، فبعطيه 8/10. وآخر وصفة وطبعا ليست آخرا، عطتنا وصفة حلا خفيف وسريع، بس ما أدري كيف بيكون طعمه فبجربه معكم. وتقول إني أجيب قهوة وبسكوت شاهي، وأول شي أغمس البسكوت في القهوة وأصفهم في أي قالب. طبعا أنا بسوي كمية قليلة شوي. والحين قالت إني أجيب كريمة وبخفقها، فجبت البودرة اللي زي دريم ويب وخفقتها مع حليب، وآخر شي حطيت ملعقة كبيرة من القهوة. وآخر شي قالت إني أحط كراميل ولوز وبعدين أبردهم. بس مكوناتها مرة قليلة وبسيطة، فلما تبرد تتماسك كذا بشكل حلو. واللي يحبون الحلا اللي يكون فيه طعم قهوة، هذا الحلا بتاكلون أصابعكم وراه، حرفيا خفيف ويذوب بالفم وطعم القهوة واضح فيه. أنا صراحة ما أفضل نكهة القهوة في الحلويات، بس هنا مرة تقبلته، فبعطيه 7/10. وبس بكذا نكون وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى من كل قلب أنكم استمتعتوا وكملتوا الأخير ما طفشتوا منه، وأتمنى أنكم حبيتوا الأشياء اللي شفتوها وممكن تجربون شيء منها أنتوا. فبس أشوفكم في فيديو جاي على خير، وبس باي باي.